هتبدأ تفهم الدنيا صح من الآية الكريمة إن لله وإنا إليه راجعون. هتعرف إن وجودك في الدنيا لعبادة ربنا، اختبار لازم تذاكر له كويس، لازم تجتهد فيه علشان تنجح. هتتعرض لخسارة، ابتلاءات، شعور بالضعف، فقدان حبيب. لما تلاقي نفسك خسرت حد عزيز عليك بموت، وتقعد تشوف هو كان نفسه في إيه وحقق إيه وراح بإيه لربنا، وزي الدنيا ماشية بعديه. لو زوج فالزوجة هتعيش عادي، ولو أب الولاد هيعيشوا عادي، ولو أم الولاد هيعيشوا برضو عادي. كل ده هيزعل شوية، ومع الأيام ومطالب الحياة هيتأقلم. هتحط نفسك مكان الشخص ده، لو أنا اللي مت الدنيا هتمشي برضو عادي، والشخص اللي بحبه هموت عليه هيتجوز عادي. إذا كان وأنا عايش وهو سابني ومهتمش عادي، ليه بزعل على حاجات بتروح مع إن في غيرها بيجي؟ بس الوحيد اللي هيروح ومش هيجي هو أنا. ليه أزعل على حد أنا مش فارق معاه؟ ليه أفكر في حد أنا مش واخد جزء من مساحة تفكيره وهو مسيطر على تفكيري؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ده أنا